سلام، مساء الخير عليكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم فيديو تاع روتين باش ما نطولش عليكم بزاف، وكان نلم لكم كامل الطلبيات ندير لكم في فيديو واحد طويل سما نطول الغيبه نولي نبان خطره في سمانتين خطره في الشهر. انا بها ندير لكم حاجه. نبداو بالطلبيه تاع المخبز. كامل عجبكم مخبز سواء بالتزيين هذا ولا بالتزيين الاخر. راح ندير لكم نشارككم بالروتين ونهضروا على المخبز تاع الكاوكاو. كامل عجبتكم النتيجه كيفاش جا معسل من داخل. اول سؤال واكثر سؤال اللي لحقني اللي هو واش هو الروبون اللي نرحب به. انا علاش ما شاركتكمش بالصوره تاعو ولا بلا مارك تاعو، مع انه لا مارك تاعو ماهيش باينه نسيت على مارك تاعو وماشي مكتوبه في الروبو. المهم لانه ماهوش مقنعني، يعني ما يرحيش مليح. انا نفوتو في السيار، ما على باليش اسكو كامل الولايات يقولوا السيار. المهم نفوتو في السيار حتى يجيو لي حبات كامل قد ويكون كما تشوفوا ماهوش خشين، ماهوش ارطب بودره، يعني يكون بين وبين. شوفوا الطياب تاعو كيفاش يجي. نهضر لكم دوكا على الورد، بعدها نرجعوا للتعسال تاع المخبز. هنا نهضر لكم على الورد هنا كيكونوا الريشات والنوار هذا كيما نقولوا ماهوش واقف. انا ما نديرش طايلوس بصح كي نكون راح نخدم الورده واقفه ندير فيها طايلوس. كيما هنايا الريشات نعجن غير بالنشا وما نديرش طايلوز، والورده الحمراء درت فيها طايلوز. برك نعجنوا لاباطا سكر تاعنا في كلتا الحالتين، سواء نحطوا طايلوز ولا ما نحطوش. نعجنوها مليح بالنشا. كاين بزاف سكتاوني اسكو بالنشا ولا بسكر طب بالنشا. نرجعوا لموضوع المخبز. لاغوسه تاع المخبز كنت دايرتها من قبل في فيديو هذاك او محطوط في القناه. الوصفه تاع المخبز ما نبدلهاش خلاص، واصلا الوصفه تاعي ما نحس، والوصفه تاع المخبز ما تتبدلش خلاص. هنا راح نهضر لكم على لاستيوس، يعني ما خبز كما قلت لكم الوصفه هي وصفه تاع المخبز التقليديه. انا ما نحبش نخلط في التقليدي وما نحبش الوصفه تاع التقليدي تتبدل، يعني ماشي من محبي لا السكريات لا المخبز. المهم نحب نخدم بالوصفات التقليديه خاطر اغلبيه الناس يحبوا الحاجه التقليديه. يعني الوصفه المخبز اللي هي 3 كيلات تاع كاوكاو يكون مرحي بين رطب وبين بين متوسط. 3 كيلات تاع كاوكاو ولا لوز، مع نهضر هنا على الكاوكاو اليوم انا، مع كيلة غير ربع تاع سكر عادي، وبيان سور بشور القارص. كاين اللي يحب يحط شويه تاع لافاني ثاني يمد ريحه شابه. بعدها نبداو بثلاثه تاع صفار البيض نلمو فيه ونكملو بالبيض الكامل. هذه هي لاوسات تاعنا. شتو كي نلمو يكون جاري شويه، يجي يتلاصق في اليد، يعني ما يساعدش على الخدمه، يكون يتلاصق في اليد. ونخليه نغطيه ونخليه يرتاح الليله كامله. الغدا داك نتوما راح تلقاوه عاود حكم لا فورم تاعو وهايل، وتلقاوه عاود نشف. لكن لقيتوه يبس سما شرب. زيدوا له صفار بيضه ولا 2 صفار بيض سما حسب القوام اللي لقيتوه فيه، لكن لقيتوه مساعد خليوه هكذاك. بعدها في نهضر لكم على كيلو تاع الكاوكاو. كي ديروا كيلو حطوا بعدها بعد ما يرتاح مغرفه تاع السمن. حذاري يعني تكثروا السمن، يعني ترجع لكم عجينه في الفور يتفسد لا فورم تاعو. في كيلو تحط ملعقه تاع السمن ما تكونش معمره، تكون غير شويه. ما كان له تبداو في التعليقات المخبز ما يحطوش فيه السمن وما بايش. نتوما حابين سر تاع التعسال هاوليكم السر، تحبوا تخدموا به خدموا، ما تحبوش ما كان له التعليقات. ومن بعد تقولوا علاش ما يمدوناش سر المهنه. انا قلتها لكم دافونس خاطر على بالي التعليقات تاع الفيسبوك ان شاء الله ما يلحقونيش لهنا. والسمن هذه اللي تحطوها في كيما نقولوا في المخبز ما تحطوهاش دايبه، حطوها نورمال سمن عادي من لابوط تاعها، ما تكونش مغرف معمره مليح، تكون نورمال. حطوها وزيد عاود عجنها ودخلها مليح هذيك السمن في هذاك الكاوكاو، وزيد خليه يرتاح واحد الساعه هكذاك وخدم به. وكيف كي طبعه وزيد خليه يرتاح شويه وحطوه يطيب. شوفوا حتى يطيب يحمر نورمال من تحت. دوك قلت لكم السر وين. السر هو الاول هو كي يرتاح تديروا شويه جاري ويرتاح. والسر الثاني اللي هو السمن. هذا هو المخبز تاعكم باش يجيكم ناجح. والسر الثاني ما كان له ديروه جاري بزاف. المخبز بعدها تنوضوا الصباح تلقاوه مازال جاري، ديروه نورمال قلت لكم يتلاصق في اليد ما يجيش جاري بزاف. والسمن ما تكثروش، كون تكثروا تفسد لكم لا فورم تاعو. شوفوا يا بنات انا كما لقيتش نتيجه واو ومليحه كما قلت لكمش على هذه لاستيوس. عندي بزاف وانا نخدم بها وكامل قلتوا لي ورينا واش هو السر تاع التعسل. انا قلت لكم السر ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يكون عجبكم الروتين تاع اليوم. على بالي هضرت فيه بزاف وان شاء الله تكونوا فهمتوني، ولا ما فهمتوش كاش حاجه
خليولي في التعليقات ولا بعتولي في الميسنجر ولا في الانستغرام. يعني في الميسنجر عليه ضغط بزاف، نتمنى تبعتولي في الانستغرام نتاعي ايبوني، بنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. الى اللقاء في الفيديو قادم ان شاء الله.